إربد الأولى القائمة التي تحصلت على أعلى النسب هي قائمة التعاون، وتحصلت على 14%، عفوا على 11% من الأصوات، وكان الأعلى داخل هذه النسبة هو عبد المنعم العودات. تليها قائمة العهد بنسبة 11% أيضا، يعني وهي قريبة إلى حد ما منها. هنا بما أنه سنتين فائزات فنسبة الخطأ ما راح تتغير في النتيجة. قائمة العهد كان فيها محمد جردات، وتليها قائمة الشعب بنسبة 10%، وكان خالد شلول هو الأعلى نسبة بين المتنافسين. تليها قائمة التعاون تليها قائمة النور، وتحصلت على 8% من الأصوات زهير دخل الله. وقائمة الميزان وتحصلت أيضا على مقعد بنسبة تقريبا 8%، والذي كان داخلها هو راشد الشوحة. قائمة التعاون في شرطة كانت قائمة التعاون تحصلت أيضا على حوالي 8% من الأصوات أو أكثر قليلا، وكان الأعلى هو محمد العبابني داخل هذه القائمة. كانت القائمة الأقرب إلى آخر قائمة اللي هي بين الميزان والأقصى، يعني حقيقة نسبة الفرق بين الميزان والأقصى قليل جدا، ويعني هنا قد يحدث تغيير أو إلى غير ذلك. راشد الشوحة في الميزان، وكانت قائمة الأقصى تليها مباشرة بالنسبة اللي فيها أيضا كان في داخلها الطيطي، محمود الطيطي أقرب فيها. فالتنافس على المقعد الأخير هو كان كنسبة خطأ بهذه الدائرة. احنا يعني ما عندنا